اسالك شويه اسئله اتفضل. بس اسئله سريعه. اتفضل. عايز 5 ثواني 3 ثواني. خلاص يا وليد حاضر. ايه على الجاكيت عشان تعرف تتكلم، عشان حاسس الجاكيت طبعا. هموت. غسلت المواعين قبل كده؟ مين اللي خد النقطه؟ سافرنا بيها. انت خدتها وعملت ان هي فلوسكم انتوا الاثنين؟ ان انا موديك شهر عسل. مراتك نكديه؟ لا. نكدت عليك قبل كده 3 ايام وبعدين اكتشفت ان السبب انها غيرت لون الهارد جيل وانت ما خدتش بالك؟ يعني ايه هارد جيل؟ انا صح. انا صح والله العظيم. انا مراتي مبلياني السؤال ده. ايه الهارد جيل ده؟ قلت لها ايه الهارد جيل ده؟ قالت لي هو كل الناس عارفه ايه الهارد جيل. ايه الهارد جيل؟ لون ضافرها. ده اسمه هارد جيل؟ مش كان اسمه اكريليك يا ابني؟ ده 2002. لا ما نكدتش، لان هي بس انا عندي هي فقد الامل في الموضوع ده، يعني عارفه ان هي اصلا اكيد صوابعها مش تحتاج. انا ما اعرفش ان عندها صوابع اصلا. اكلها حلو؟ لا. ما بتعرفش تطبخ؟ قالت لك انا ولا القهوه؟ لا هي بتشرب قهوه معايا، قالت لي انا والقهوه. انا قالت لك انا ولا الشغل؟ لا. قالت لك انا ولا البلاي ستيشن؟ لا. انت ما بتلعبش اصلا بلاي ستيشن؟ لا. اوكي. بيقولوا ان تجار الحشيش في شمال المغرب منعوا ان هم يدوا حشيش للبعده، اخواتنا البعده، عشان الحرب على غزه. ده عقاب قاسي جدا. ايه رايك في الموقف ده؟ عقاب قاسي. الناس عندها مبدا كده، هياخدوه من حته ثانيه. ازاي؟ هينفعوا بلد ثانيه. مش معقول. سمعت طبعا عن الفود بلوجرز. حلوين والله. حلوين؟ طب الفود بلوجر بيعمل ايه؟ بص انا ماشي بمبدا ان كل الناس حلوه قدام الكاميرا، المخرج يقول كات هشتمهم كلهم. هو ازاي انت بتبقى معاك منتج انت بتروح في اي حته بتشوفه عادي؟ ازاي هو لما بيجي يشتغل عليه بيخليك سحر؟ عشان بيبقى واخد فلوس كتير. عندي حته كاب كيك باقيه مني، هاتها والنبي. اوفر ريتد ولا اندر ريتد؟ اوعى تاكلها. 5 حاجات لو ما عملتهمش اعرف ان ذنوبك منهك. ان انت تاكل الكاب كيك دي، ان انت تتصور جنب الكاب كيك دي، ان انت تصورني وانا متصور جنب الكيك، واعمل ميشن ل5 اصحابك. طب انا هقول لك على حاجه، انت عارف ان دول هنرجعهم؟ طبعا ده بلاستيك. مش لما ناكلهم هنرجعهم. وليد خد حته الكاب كيك دي واعمل لها اعلان. ده عيش ايه ده. بص اصل الموضوع سهل قوي. انت عايز اعلان، هروح اسالك انا عايزه فيسبوك ولا انستجرام ولا تيك توك؟ اوكي. ده عشان تقول لي البادجت بتاعتك. وعلى البادجت هنشوف المنتج ايه. عايزه انستجرام. انستجرام سهله خالص والله، سهله خالص. انت هو كاميرا رولينج. هو احنا بنعمل معكم منى الشاذلي يا ابني بقى شغالين. والله منى الشاذلي كانت بتقطع بطل. يلا ما علينا. بص يلا. فين الكاميرا؟ دي كاميرتي. دي كاميرتي. بص سهل خالص. انت عشان تعمل اي اعلان لاي منتج في اكل بتبدا كده عادي خالص، وبعدين تروح عامل ما ينفع. هم عندك مونتير؟ عندي مونتير. يعني انت هتجيب الطبق فاضي، وتعمل كده، وفجاه يبقى الطبق ده في ايدك. جنب قطايه سهله خالص. اوكي. حلو كده. كأني ابهار لسه. ابهار. ولو الحاجه يعني حاجه منتشره هتقول صلى على النبي اخواتي تعالوا النهارده افرجكم احلى كب كيك. لو الحاجه ايه كلاس وبتاع والناس اللي هي بره، النهارده هوريكم حاجه مهمه جدا لو ما عملتوهاش بجد يبقى فايتكم نص عمركم. جامد. خلاص ماشي. اللي باقي كله مش مهم. ايه ده؟ والله العظيم 3. المنتج نفسه الكواليتي. انت لما تدوق، هو حد هيدوق في بقك؟ لا. انت ممكن تكون بتاكل سندوتش طعميه وبقك شغال فيه والمنتج قدامك. طب انا مره شفت فود بلوجر بيدوق المنتج والمنتج كامل، نسي والله العظيم، والله هبعت لك الفيديو، وهيطلع يقول لك يستحق ولا لا يستحق، عشان ما يبانش ان هو واخد فلوسه اعلان. طب المصداقيه فين؟ في البادجت. مش الراجل صدق واداله فلوسه؟ لما اشوف وليد مثلا بيعمل منتج، بيعمل اعلان لمنتج انا اصلا سمعته زي الزفت. طب ما انا كده الراجل ده هيفقد مصداقيته بالنسبه لي. وهفهم انه قابض عشان بيتكلم. لا انت كده هتفهم ان هو قابض عشان كده بيتكلم. يعني انت لو جالك اي منتج عشان تعمل له اعلان، انت هتعمله ببلاش ولا عشان قابض؟ عشان قابض. بس خلاص. ما نختصر على الناس. طيب ما نختصر على الناس، ما بلاش وجع دماغ. ما انا عارف ان انت عارف ان انا عارف ان انت عارف ان انا واخد فلوس. ما نختصر. المهم ان انت بس يبقى الناس عارفاك بقى، ان انت ما تبقاش شخص منافق، ما تبقاش انت شخص حرامي، يعني تبقى انت عندك ستاندرد معين ما بتنزلش من عليه. يبقى عندي ستاند ما بنزلش يعني من بجد عليه. انا دايما بقول ان سمعتك فيما سبق هي اللي هتخلي الناس تصدقك، لان خلاص انت اي حاجه هتعملها المنتج ده انت واخد فلوسه. الا لو حد قريبك بتجامله. بس انت واخد فلوسه وخلاص عشان خاطر سمعتك اللي فاتت. انت محافظ عليها فالناس مصدقاك. فانت ترفض بقى، فانت ترفض الحاجه الوحشه. هي دي اللي عايز اوصلها. بالظبط. اوكي. طب جرب كل حته من الكيك ده. لا انا مش هاكل سكر وهي وحشه جدا. يعني انت تخنت كل ده جاي هنا اللي هي دي اللي ما انا تخنت لحمه. ايه تخنت لحمه؟ يعني عايزني ادوق هات لي لحمه. سوسيس جوه. ايوه عندي، لكن مش هاكل سكريات انا وكيك وكده، مش هينفع. انت جبناش تهزقنا، انت اصلا مش دافع في اللقاء ده. انت جاي تاكلني وتقعدني جنب عربيه في ايه يا وليد؟ ما تخليني ساكت. معلش انا اسف. المخرج سامعني؟ اسالك سؤال بجد. اتفضل. لا بجد. هتحاول تصدقني يعني. خلاص انت زعلت ان انا ما اكلتش اكل؟ لا هزعل ليه؟ انا اول مره اشوف حد يزعل ما اكلتش. في طياره
ولادي بيتدربوا. عندك مشاكل مع الصوره؟ مش حاسك احول هنا. احول؟ طب وهنا؟ لا. ايه الحاجه اللي لو حصلت لوليد مصطفى هيعيط من الفرحه الفتره دي؟ هيعيط من الفرحه. اي نجاح في الشغل بصراحه دلوقتي، انا فرحتي بقت مربوطه بالشغل، ما اعرفش ليه مؤخرا، بس كل حاجه انا عايزها الحمد لله عملتها بجد. اصل انا سهل الارضاء قوي يا وليد والله. انت عارف ان دي نعمه مش عند حد كتير. انا يعني بص ترضيني باي حاجه، يعني انا سهل الارضاء جدا جدا. ده اسمه رضا، يعني يا ريت نتعلم عنه حاجه. الحمد لله. تمام الحمد لله، تعلم الرضا. عشان ما فيش انا اعرف واحد هنا كل يوم يشتكي لي من الدنيا. او في من الناس دي كتير قوي مؤخرا، بس بصراحه الناس دي معذوره لان الدنيا صعبه، ففكره الناس اللي بتشتكي على طول موجوده، انا اعذرهم بس انا ما بحوطهمش بيا. بس خد بالك الشكوى بتخليك مكانك. اه انت لو فكرت انك ترضى بس هتلاقي الدنيا بتتحرك معاك. صح. هي دي اللي انا عايز اوصل لها. بس انا معاك، بس مش كل الناس زيك يا وليد ممثلين وبياخدوا بالالافات والملايين. ملايين مثلوا ويطلعوا مع يسرا ومع احمد هلال ويكتبوا مسلسلات. مش كل، يعني انت لازم تراعي ان في ناس وعندهم فيلا في المعادي الجديده، فيلا ومعاهم عربيه موديل السنه. مين دول؟ انا عايز اعرف. معاهم ماريو، معاهم كلب بيصرف بيجيب له هوت دوج، بياكل بواقي الاكل. الكلب مين ده بياكل بواقي الاكل؟ انت عملت مكرونه بالفراخ، اكلتني المكرونه واديته الفراخ. ماريو، ما هي دي كانت البواقي. انت دي البواقي بالنسبه لك؟ دي بنتعشى بيها عندنا في البيت يا ده الحلقه دي المونتير عارف هيجي له شلل في ايده. المونتير عارف هيجي له شلل في ايده.